السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، كل عام وأنتم بخير ويعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. إن شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الكفتة، الكفتة اللي هي أم رز دي في البيت. أنا عندي محضّر الطعام جِبته جديد يعني بقى له حوالي شهر ونُص أو شهرين بالكتير أوي، اللي هو المولونيكس ده، فحبيت إن أنا إيه، أجرّب كام حاجة كده معاكم. فهو أهوّة ده كده مولونيكس، ده محضّر طعام 34 وظيفة، كنت جايباه يعني لسه قريب. جرّبت فيه بصراحة كذا حاجة وعملت فيه الكفتة جميلة بسم الله ما شاء الله، فقُلت أجرّبها معاكم. هنا عندي أنا عندي كنت جايبة لحمة مفرومة، ففايض منها حوالي 350 جرام، مش نُص كيلو، حوالي 350 جرام. حطيت عليهم بصلة متوسطة و يعني حوالي نُص حزمة كده خضرة، بس مشكّلة بصراحة، يعني كام عود بقدونس، على كزبرة، على شبت، و3، 4 فصوص توم، ولو عايزة تحطّي شطة عادي تمام مش مشكلة، فلفل أخضر يعني حامي. حطيتهم وضربتهم هُم الأول، كنت في الوقت دوّة أنا غاسلة كوباية رز ونقعاها. هنا بقى نزلت باللحمة زي ما باقول لكم أهو، نزلت بيها على الخليط اللي أنا خلطته دوّة اللي ضربته، وحطيت عليها ملح وشوية كمون و اللهم صل على رسول الله، شوية كزبرة ناشفة وفلفل أسود وبهارات. أزيد من كده بصراحة أنا مش باحط، ولا باحط بقى baking powder ولا باحط كربوناتو، وبتطلع زي ما أنتم هتشوفوها كده بالضبط بسم الله ما شاء الله جميلة جدًا. والمُحضّر ده الله أكبر، الله أكبر عليه بجد، لو أي حد عايز يشتريه يشتريه، لإن الحاجة بتغلى أوي، أوي اليومين دول، وهو بسم الله ما شاء الله بُصّي إيدِك ورجلِك يعني بسم الله ما شاء الله، الله أكبر عليه، ده مش الخلاط دي الكَبّة. تمام كده، بُصّوا بقى الرز أنا سِبته اتصفّى شوية، يعني ما نشفش كمان، اتصفّى شوية وحطيته بقى في المطحنة اللي هي الصغيرة بتاعة الكمون والحاجات دي. بجد والله العظيم الله أكبر عليه، الله أكبر جميل أوي. طحن لي الرز بصراحة، فأنتِ لمّا الحاجات دي بتعمليها في بيتِك الكفتة بتبقى أضمن، يعني أنا كنت الأول ممكن أجيب رز مطحون عشان أعمل في الكبة العادية اللي هي كانت عندي الأول، لكن دي بقى بصراحة المطحنة بتطحن على طول الرز وما بتكمّليش 5 دقايق، فبصراحة جميل يعني. بُصّوا أهو كده. عايزة أقول لكم برضه معلومة، يا ريت لمّا تكوني هتعملي الكفتة ما تكتّريش البصل أوي فيها، لإن البصل بيخلّيها سايحة، وكمان الكمية اللحمة اللي أنا حطيتها مع البصلة مع التوم مع الخضرة، حطيت حوالي كوباية رز، يعني نُص اللحمة بالضبط، وبعد كده نزلت بيهم. ونصيحة الرز ما تحطّيهوش من غير ما يكون مطحون في الكبة، لإن مش هيتطحن، مش هيتضرب معاكِ، هيفضل مكسّر كده وناشف. لمّا تيجي تحمّري الكفتة هتلاقي الرز بارز كده منها، من كل صباع كده بارز ومحبّبة كده، فمش تبقى حلوة، فاطحني الرز يعني أحسن. بس كده بُصّوا بسم الله ما شاء الله طالعة الكفتة الله أكبر عليها جميلة. حابة تزوّدي خضرة عن كده وتخلّيها خضرا عن كده شوية، تمام ما فيش مشكلة. أنا باحب طعم اللحمة يكون هو اللي ظاهر فيها أكتر. ولا هتفُك بقى ولا baking powder ولا كربوناتو، بصراحة بسم الله ما شاء الله جميلة، جميلة، جميلة. والمُحضّر الله أكبر عليه برضه، والخلّاط بتاعه بسم الله ما شاء الله بيشيل حوالي لتر ونُص أو أزيد. جميل بصراحة. عندِك بقى عصارة البرتقان برضه والكلام ده كُلّه. والكفتة بقى في رمضان بصراحة دي أكلة يعني حلوة بجد في رمضان، يعني أنا لمّا بابقى نِفْسي أعملها ومكسّلة بقى أروح بقى عند الجزار ولسه هاروح وأطحن وأعمل، وهي في بيتِك بتبقى أحسن لِك يعني. بُصّوا هي جميلة، بُصّوا يعني ولا نفشِت ولا اللي هي فشّرت زي ما بيقولوا في الزيت ولا حاجة، لأ جميلة هي بسم الله ما شاء الله. يالّا نقول مع بعض كده نصلّي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا ريت تصلّوا على رسول الله في الكومنتات، ونقول مع بعض الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ناخد ثواب كده ونستغفر الله في الأيام الجميلة المباركة دي، يا ريت تكثروا من الاستغفار، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيام الليل ما ننساهوش. يعني ربنا يا رب يرزقني ويرزقكم كده رضا الرحمن. اللهم آمين يا رب العالمين. عندي هنا أنا كنت مفرّزة طبعًا صلصة، طلّعت الكيس زي ما باقول لكم. بُصّوا الأكلة دي في رمضان تبقى سهلة أوي، يعني لمّا يبقى عندِك كده الحاجات دي ما بتكمّليش بقى، يا دوبك هو كل القصة في شوية الكفتة، ويعني بتصبّعيهم وتحمّريهم، وبعد كده بتقومي عاملة إيه شوية الرز على طول، وأنتِ طالما عاملة صلصة، يعني اليومين دول ربنا يا رب يفتحها علينا وعليكم يا رب، ونخزّن كام حاجة كده لإن الوضع صعب فعلًا. أنا بقى باحط الكفتة هنا على الصلصة أول ما تتسبك باحطها عليها وبادّيها تقليبتين يعني، تاخد من طعم الكفتة كده الصلصة، يعني تاخد من طعم الكفتة، وبعد كده بازوّدها بشوية مَيّة، وبعد كده باقوم حاطة لها بطاطسيتين لإن إحنا بنحب البطاطس فيها بصراحة، بتبقى مسكّرة أوي، أوي، والكفتة كمان لمّا الرز قليل فيها فبتبقى طعمها لحمة أكتر. بس هي كده بُصّوا بسم الله ما شاء الله، صلّوا على رسول الله بقى صلى الله عليه وسلم. ربنا يجعله في ميزان حسناتنا يا رب. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس، وخدوا جولة كده في القناة وإن شاء الله الفيديوهات تعجبكم،
وتشرّفونا بالاشتراك إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.